السلام عليكم، انا عبد الرحمن سالم، مصور فيديو. لو انت حابب تعمل فيديو ريل زي الفيديو ده سواء معايا او مع اي حد تاني، هقول لك على كام حاجه تعملها قبل حتى ما تكلمني. اول حاجه ان انت تكتب السيناريو بالظبط اللي انت عايزه، المصور يشوفه يعرف بالظبط انت عايز ايه من الفيديو. لو انت في نص الفيديو عايز حاجه بيرول اللي هو فيديو بيشرح الكلام اللي انت بتقوله، انا برشح ان انت في الكلام تقوم فاتح قوس وتكتب هنا هيتحط فيديو بيظهر واحد بيكتب على البورد مثلا، يبقى انت كده عرفتني ودخلتني في الفيديو بتاعك. حتى احنا ممكن نناقش الفيديو ونطلعه بشكل احسن من ان انت في وقت التصوير تبدأ ترتجل. لو التخطيط حلو هيطلع حاجة تحفة، لو التخطيط مش حلو هيطلع حاجة اي كلام. نيجي للمونتاج. المونتاج انا لما الاقي الفيديو متهندم شايف قدامي سكريبت اعرف حتى امنتج عليه ويبقى الموضوع واضح. لو الدنيا مش واضحة هو نفسه بيبقى مقفول من ان هو يشتغل في الفيديو ده، وهتلاقي الفيديو ياخد معاه وقت كتير، يتصور 6 دقايق ولا حاجة عشان بيعيد ويزيد ويعيد ويزيد عشان يطلع منه مثلا في الاخر دقيقة. بياخد شغل كتير جدا وبياخد وقت كتير جدا، ونفسيا حتى اللي بيبقى بيمنتج تايه. طيب لو انت حابب برضو ان انت تضيف حاجة، هو اصلا الحاجة دي بديهية. البديهي لكل مجال معروف لأهل المجال، وبقابل فئات مختلفة من الناس، فكل فئة ليها الحاجة البديهية بتاعتها، بحيث ان هو يبقى عارف حتى لما يجي يسعر لك يعرف يسعر صح. مش مثلا انت شفت الفيديو وقلت ممكن ده بديهي هيعمل كده وفي الاخر هو ما عملش، فتقول له انا عايز اعمل كده، هيقول لك لا، ما دي بتكلفة اعلى. علشان تاخد الكوست بتاعك مظبوط من الاول خالص لازم تقول له على كل حاجة انت عايزها. لو هتطلع الاسم كده، اسم اللي بيتكلم مثلا دكتور فلان الفلاني، لو هتحط لوجو قول له انا هحط هنا لوجو معين وتبعت له اللوجو، عشان هو ممكن يقول لك اللوجو ده مش هينفع، احنا عايزين لوجو بجودة اعلى، عايزين لوجو مثلا PNG متفرغ. بحيث موضوع التصوير هتلاقيه سهل جدا وما بياخدش وقت. يعني ممكن تصوير تاخد فيه يوم، وممكن نفس التصوير والنتيجة احسن تاخد فيها ساعة ساعتين، علشان انت معرف المصور هو هيعمل ايه بالظبط. شكرا، سلام عليكم.